السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اجمل واحلى اخوات في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. رحت اجيب بقسماط لقيت الكيلو ب70 جنيه. ب70 جنيه ليه؟ ده الوصفة كلها شوية مية وشوية دقيق واعمل اجمل واحلى بقسماط. رحت واخدة وانا مروحة ربع كيلو دقيق وعملت الكمية اللي انتوا شايفينها قدامكم دي كلها. وبص كده ما شاء الله، خفيف ومقرمش، ما اقدرش اقولك على جماله وحلاوته. هش من جوه ازاي ومفرغ، اجمل واحلى من بتاع الافران ب100 مرة، واوفر طبعا بكتير. جربي طريقتي في البقسماط وهتعجبك قوي لاني مقاديرها مظبوطه بالملي. مع حته جبنه قديمه بقى كده وكوبايه شاي بلبن او كوبايه شاي ساده، ما اقدرش اقولك على جماله وحلاوته. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش كده تشجيع حلوه منك باشتراكك في القناه واللايك الجميل بتاعك. وجربي وصفه البقسماط دي واعمليها كده وانت مغمضه، في ثواني هتعملي الكميه اللي انت شايفاها قدامك دي كلها وبكوبايتين دقيق بس. نسمي بسم الله وندخل على المقادير. معايا هنا نص كوبايه ميه دافيه وربع كوبايه من الزيت، معلقه خميره ومعلقه سكر المعلقه بتاعت الشاي، نص معلقه بيكنج باودر وربع معلقه ملح. وادوب كده مكوناتي دي كده كويس. دوبت كده كل حاجه كويس. معايا كوبايتين من الدقيق. ابتدي كده اسمي الله وانزل بالدقيق بتاعي. اعجن بقى كده العجينه دي كده ايه، دقيقتين 3 كده، عجنه كويسه. تعرفي كده العجينه المظبوطه اللي مقاديرها مظبوطه هتلاقيها بتلم كده كل حاجه في الطبق، والطبق يبقى معاكي نضيف زي الفل كده بالشكل ده. عجني بقى كده العجينه بتاعتك لغايه لما تلاقي العجينه كده في ايدك زي الملبن وناعمه خالص. عجنت بقى كده العجينه بتاعتي لغايه ما نعمت في ايدي خالص بالشكل ده. مسحه بقى كده عليها مسحه كده بسيطه من الزيت، واسيبها ترتاح 10 دقايق. انا مش بخمرها ولا حاجه، بس انا بريح العجينه 10 دقايق كده على ما احضر الصواني بتاعتي. حضرت بقى الصواني بتاعتي او الصاجات بتاعتي ومسحتها كده بمسحه من الزيت خفيفه. ببتدي بقى ابطط كده العجينه بتاعتي بالشكل ده كده على الرخامه، واخدها ايه اقطعها شرايح بالطول بالشكل ده. وابتدي كل شريحه كده قطعتها اقطعها المكعبات الحجم ده، مكعبات صغيره الحجم ده كده. شفتي بقى اسهل من كده؟ مفيش اسهل ولا احلى من كده. في ثواني كده هتكوني عامله اجمل واحلى بقسماط، وبكوبايتين دقيق فقط هتطلعي اكتر من نص كيلو بقسماط. ومعايا هنا طبق فيه سمسم ابيض، سمسم ابيض مش محمص. انزل بقى كده عليه بمعلقه من الميه، معلقه واحده بس كفايه. واديله كده تقليبه. الميه ليه؟ لان عشان الميه هتثبت لي السمسم على البقسماط من غير ما ندهن البقسماط اي حاجه ولا بتاع. الميه هتثبت السمسم على البقسماط. ابتدي بقى كده اخد كل قطعه والفها كده وابرم فيها كده على الرخامه بالشكل ده كده. ساوي بقى كده الاطراف بتاعتك وخلي السمك بتاعها كله واحد، يعني ما تبقاش حته تخينه وحته رفيعه. وانزل بقى كده في السمسم وارص كده بقى في الصينيه بتاعتي. خدت كده قطعه عجين ولفتها كده برمتها كده كاني بلف رول كده، وزي ما قلتلك السمك بتاعها كله واحد. ونزلت بقى كده في طبق السمسم رايح جاي كده. اهو بالشكل ده كده. خلصت بقى كده اول صينيه معايا عملتها بالسمسم الابيض.
ما هما الكوبايتين دي احنا هنطلع منهم كذا نوع، بحبة البركة، بالسمسم، باتون ساليه بالكمون. اخدت برضو كده ايه شريحتين كده بالطول من العجينة، وقطعتهم لمكعبات صغيرة بالشكل ده. باخد كده كل مكعب صغير كده، الفه كده كأني بلف رول كده، واروح كده احطه انزل في السمسم كده رايح جاي. سهلة وبسيطة خالص، ومش هتشتري البقسماط من بره خالص. جربي الطريقة دي وان شاء الله هتعجبك قوي، لان مقاديرها مظبوطة جدا. معايا بقى كده معلقة كده حبة البركة، وانزل على السمسم في نفس الطبق بتاع السمسم، وعليها كده معلقة صغيرة من المية، وزي ما قلتلك المية علشان تثبت لي السمسم او حبة البركة على البقسماط. وقلبتهم بقى كده الاتنين مع بعض، واخد بقى كده قطعة من العجين والفها كده بالشكل ده، واروح كده ايه انزل بقى كده في السمسم وحبة البركة. حبيت اعملها كذا مرة كده قدامكم علشان اوضحها لكم وتشوفوني انا بعملها ازاي. وزي ما قلتلك الصينية كده ممسوحة مسحة زيت بسيطة. خلصت بقى كده ايه الكمية اللي بحبة البركة، نعمل بقى شوية كده ايه باتون ساليه بالكمون. معايا هنا كده معلقة كمون كبيرة كده متنقية ومتحمصة، او مش عايزة تحمصيها براحتك بلاش. وانزل عليهم كده ايه برشة صغيرة كده من الملح، لان البقسماط اللي بالكمون بيبقى مالح كده سنة بسيطة. واعجنها بقى كده كويس، واقلب بقى كده فيها الكمون كده كويس. وزي ما احنا متفقين بططناها كده، بططنا العجينة كده بتاعتنا، ونبتدي كده نقطعها شرايح بالطول، وكل شريحة كده ناخدها كذا مكعب ايه حجمها كده متوسط، مش صغير قوي يعني. ابتدي بقى كده اخد كل قطعة كده وافردها بالشكل ده كده. طبعا اللي بالكمون مش بيتحط في السمسم ولا اي حاجة، زي ما هو كده بنلفها كده، نبرمها كده، اهم حاجة ان هي تكون سمك واحد كلها، ونحط في الصينية بتاعتنا على طول. طبعا احنا مش بنسيب البقسماط يتخمر ولا حاجة، لا انت بتخلصي الكمية بتاعتك وتشغلي الفرن على درجة حرارة 180، وتدخلي اول صينية انت بدأتي بيها. بصي ما شاء الله بقى الكمية، زي ما قلتلك كوبايتين دقيق هيطلعولك ما شاء الله الكمية اللي قدامك دي. بتدخليها بقى الفرن على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص، وتابعيها بقى كده ايه دقيقتين 3 كده، وتابعيها وبص عليها. مش هتاخد معاكي 6 أو 7 دقايق بالكتير خالص، ويطلع معاكي بالجمال والحلاوة دي. السلام عليكم ورحمة الله.